The most famous Brazilian Muslim. His method of speech is as simple as can be. Children love him before grown-ups do. He's 15 years old, and he's been honest in persuading the truth. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله يا الله. اسمي رودريغو رودريغيز. أنا برازيلي الجنسية، ولدت في البرازيل طبعا، وأبوي برازيليين كاثوليكيين، وأنا تربيت على تربيتهم. كنت أعيش يعني حياتي ما كنت أعرف لما وجدت، ما هو أهدافي، إلى أين أذهب. أكل أشرب أنام ثم أموت ثم يبكى علي، انتهى قصة حياتي. شيخنا، في هذه الفترة ما هي الأسئلة التي كانت تدور في ذهنك؟ وما هو رد القساوسة عليك؟ نعم، أنا لما كنت أدخل الكنيسة وأقرأ الإنجيل والتوراة أسأل القساوسة، يعني كيف يكون عيسى هو ابن الله؟ الآن الله سبحانه وتعالى عنده ابن، الآن عنده أم، ثم تحلى في جسد الإنسان جل جلاله وقتل وصلب. هذه معتقد ما دخل في رأسي، ما كنت مقتنع يوم من الأيام. عائلتي ليسوا متدينين جدا، ولكن كانوا يحترمون شعائر دينية كاثوليكية. كنا نحضر الأعياد في الكنائس، كنت أذهب الكنيسة وأرى صور وتماثيل واستغرب، يعني هذا ابن الله، والله حرام، ابن الله مصلوب، يعني شو ذنبه؟ ثم أسأل القسيس لماذا صلب، لماذا قتل ابن الله، لماذا قتل ابن الله؟ قال الجواب يعني أذهلني حقيقة، لماذا قتل ابن الله؟ لنتخلص عن ذنوبنا. بعد قراءة الإنجيل وتساؤلات زادت، أجوبة القساوسة ما كانت كافية لي، انتقلت لقراءة التوراة، الكتاب العهد القديم مقدس عند اليهود. قرأت عن اليهودية وذهبت إليهم، عرضت نفسي إليهم وقلت نريد أن نكون يهوديا، نريد أن نكون مثلكم. فقالوا لي بكلام واحد: هل أبوك وأمك يهودي؟ فقلت لا، إذا لا تستطيع أن تكون يهوديا، لأن الدين اليهودية بالوراثة. فتركت اليهودية، بحثت عن الأديان الشرقية كالبوذية وهاري كريشنا، ذهبت إليهم فكانوا يعبدون كل شيء إلى الله، كانوا يعبدون كل شيء إلى الله. فدخلت في معبدهم فكانوا يسجدون للصنم، وكما دخلت خرجت، ما عجبني. أنت عارف الشيء الغريب سبحان الله، أن كل هذه الأسئلة وهذا التفكير وهذا النقاش وأنت عمرك 15 عاما. نعم. ولكن هذا الحمد لله هذا فطرة يعني. نعم. أول مرة سمعت عن الإسلام كان بعد الحرب الخليج الأول. حتى الشيء الذي سمعت عن الإسلام قال الإسلام هو الدين هؤلاء القوم الذين يقاتلون بعضهم بعضا. وكنت ألاحظ دائما يصفون العرب والمشاكل الإسلامي، الحرب الإسلامي، الإرهاب الإسلامي، العنف الإسلامي. هذه صفة الإسلامي كأنها صار شريك لشيء متعلق بعنف أو إرهاب. حتى قررت أن أريد أن أشتري نسخة مترجمة لمعاني القرآن، أريد أكتشف ماذا وراء هذا الدين الذي هو بنظري المأخوذ من الإعلام هو سبب الحروب والعنف والإرهاب كما يزعم الإعلام. ففتحت، قرأت سورة البقرة،
قرأتها سورة البقرة بس ما فهمت المضمون شو المحتوى. انتقلت لسورة حتى صدفة فتحت سورة الرعد الآية رقم 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلت جميل هذا الكلام، سأبدأ قراءة القرآن من الأول. لما وصلت في سورة الأنعام، خاصة في سورة الأنعام في الآية تقول، هذه صفحة: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إلى آخر الصفحة: فبهداهم اقتده. سبحان الله يوسف، كلامنا أنا وياك في هذا البرنامج واختيارنا للآيات هي لاختيار الهداية وليست آيات الهداية. ورودريغو لو لاحظت، ما أدري لاحظت ولا لا، لما قرأ سورة الأنعام توقف عند آية هي من اختيار الهداية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ما هي الرسالة التي وصلتك من هذه الآية العظيمة سبحان الله في سورة هذه الآية التي جعلتني أقرر أن أكون مسلما، لأن الذي يقرأ القرآن من أوله إلى آخره يعتقد أن رسالة القرآن هو رسالة عيسى ورسالة موسى ورسالة الأنبياء جميعا. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون أن ديننا دين الإسلام دين ليس لنا فقط، للمسلمين لهم أيضا. أن هذه الآية اللي جعلتني أدخل في الإسلام. الحمد لله رب العالمين. بعيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت، وأنت عرفته مذ كنت طفلا، لماذا قلب بعض الناس ميت؟ لماذا قلب بعض الناس ميت؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب، سيشكون الرسول غدا أنا أرضى. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. أنا دخلت في الإسلام، غيرت معتقدي، غيرت بعض المبادئ، بعض القيم، ولكن اسم بقي عليه. هذا الدعوة. يقولوا الناس متعودين في البرازيل، يعني أنت مسلم، نعم أكيد أنت من البلاد العربية وأنت اسم محمد، لا اسمي رودريغو. الإنسان يفجع، كيف رودريغو مسلم؟ نعم الإسلام ليس للعرب فقط. الله عدد المسلمين أكثر من مليار. تفضل شيخنا. متوجه أنا والشيخ رودريغو إلى أول شخص أهداه مصحف باللغة العربية وعن طريق البريد، وهو الشيخ خالد تقي الدين. وأكيد الناس أنه أرسل لي، أنا راح أذكره. الآن نذهب إليه ونسأله. أكيد نذهب إلى الشيخ خالد إن شاء الله. أنا تعرفت فضيلة الشيخ خالد تقي الدين بعد الدخول في الإسلام، لأني عرفت هناك في مدينة اسمها فوز دي غواسو على حدود باراغواي هناك مسلمين، أرسلت الرسالة: أنا مسلم دخلت في الإسلام، أريد ترسل لي كتب عن الإسلام. فأرسل الرسالة أخ قابلني اسمه محمد جبارة، كان يعمل في دولة الباراغواي، وقال لي في أحد الإخوة أسلم ويريد نسخة من القرآن. قلت له خلاص أنا إن شاء الله أرسلها له. ولا زالت أنا أحتفظ بهذا المصحف معي وهو موجود معي الحمد لله. هذا هو ما شاء الله المصحف، أول مصحف باللغة العربية حصل عليه الشيخ رودريغو ما شاء الله. وذهبت وضعته ونسيت الموقف، يعني مر وقت طويل. فالتقينا بعد سنة أو سنتين، فقال لي: يا شيخ أنت ربما لا تعرفني، أنت الشيخ خالد تقي الدين؟ قلت له: نعم. قال: أنت أرسلت إلي أول نسخة للقرآن الكريم باللغة العربية. وانتقل رودريغو بعد إسلامه إلى لبنان ثم قطر لطلب العلم الشرعي وتعلم اللغة العربية، حتى استقر به الحال في السعودية كطالب بجامعة الملك سعود. فالحمد لله طلبت العلم الشرعي للشيخ عبد الله بن جبرين الله يرحمه ويغفر له، الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ عبد الله الزراجة وغيره كثيرين من العلماء والدعاة. شيخ، حياتك في السعودية نعم وقت الدراسة، أريد أن أعرف عن حياتك، زملائك، أصدقائك، أين تخرج؟ 4 سنوات تقريبا. 4 سنوات 5 تقريبا 5 سنوات توالي. حدثني عن هذه نعم. الأيام. أنا أول ما دخلت في السكن الجامعي جيت مع الأهل، فما الشيخ جزاه الله خير بعض الزملاء
جهزوا البيت في الحي، ليس من طلاب الجامعة. فتعرفت المجتمع، اروح الجامع اصلي، الناس تغربون برازيلي هنا، شو تعمل تلعب الكوره اسمك رودريجو، اسمه لاعبين ولا كله، انا مش لاعب ولا لاعب، جيت لكي اطلب العلم وتعرف عليكم. وبعدين اخذونا الشباب الكشطات بالليل وشب النار كليبه شبه. تعلمت الحركات. اول مره دخلت الملحق الواحد، نعم، يعني بعد المغرب سواليف يعني، نعم، قهوه تمر ومويه حق غسل يدي، وانا جد عطشان. فكرتني حد من لي مويه شرب، اخذت هذا شربت الماء فيلا. قال هذا الشيخ انت فيلا ما فيلا ما شربت تمور. بعدين عرفت طريقتهم أنه رغم صغر السن بعد أن اعتنق الإسلام كان حريص جدا على طلب العلم، وكان يسعى لذلك. صورة كان هو عمره تقريبا الشيخ فضل الشيخ حوالي يعني كان عمره حوالي 15 سنة تقريبا. ودي صورة طبعا بعد ما التقينا في كأس العالم في الدعوة إلى الله. كان يذهب إلى المساجد، وهذه الصورة معي يعني في أحد مساجد عمر بن الخطاب على الحدود الثلاثية. فكان الشيخ سبحان الله كان هو لديه هذه الهمة العالية. والله سبب رجوع للبرازيل لأني أنا ما ذهبت إلى السعودية إلا لتعلم لغة القرآن، تعلمت اللغة العربية وتعلمت شيء من العلم الشرعي وتعرفت على المشايخ والحمد لله. لكن همتي وظيفتي ليس هنا في البرازيل. لا يكون الجن أحرص مني بالدعوة إلى الله. فلما قضي ولوا إلى قومهم منظرين. الداعية هو شركة مساهمة. الشيخ الذي درسني في المسجد بالرياض له سهم في دعوتي في البرازيل. الأستاذ الذي صبر علي في تعليم اللغة العربية له سهم في عملي في البرازيل. حق البقالة الذي كان يشجعني له سهم علي. الشباب الذي ما جعلوني أشعر في الغربة هناك في السعودية كزميلي سعيد الركان أبو الركان، هلا حيوا ارحبوا. نعم، الشيخ دكتور محمد المطرود القلبي، أخوي وائل دهش، شيخ باسل الفوزان، جميع ما شاء الله. عملي الآن أنا مدرسا تربية دينية في المدرسة الإسلامية البرازيلية، يعني دوام من الفترة الصباحية، ثم من المدرسة أذهب مباشرة إلى المسجد وأجلس في المسجد إلا صلاة العشاء. ما شاء الله جميل مكان هذا المسجد. نعم، مسجد مركزي. أولا هذا المسجد من أكبر مساجد في البرازيل، هي جامع صلاح الدين، داخل فيها رابطة الشباب المسلم. وأنا الأعمال التي أنا أتولاها هنا في هذا المسجد الإمامة، الصلوات الخمس، والخطابة، والدعوة، وأباشر دعوة ميدانية، يعني استقبل الناس وأذهب إلى الناس. كيف تشرح للبرازيليين كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نعم، أنا أشرح للبرازيليين. الله تعالى قال أولا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم. قال يعني أهم شيء التبيين للناس وبين للناس ما هو الإسلام. أنا أحاول أن لا أفسر، لكن أنقل للناس قيم قرآنية ومبادئ القرآن. يعني أنا أشرح لهم القرآن، فصل لهم القرآن بأسلوب السهل لهم، ثم هو إذا هو يوافق على ما قلت أنا فقل جميل، أنا أوافق أيضا. أنت مسلم وما تدري. تجد ناس يسلمون بعد هذا جدا. وهذا يا شيخ والله الناس يقرؤون القرآن مترجم، ترجمة لمعاني القرآن ويسلمون. فكيف لو علموا 10% من اللغة العربية؟ الله. قرآن مترجم، ترجمة لمعاني القرآن. هذا النور، هذا كلام رب العالمين، هذا بيان للناس القرآن ولا مترجم. وين أخطأ المترجم في نقل معاني الكلمات؟ نور الله يسر. هذا شيء عجيب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لكل البشرية. الله أكبر الله. وأمس كنت أقرأ تفسير القرطبي، قال الفراء ولا يمسه إلا المطهرون، أي ما ذاق طعم الإيمان إلا من طهر قلبه من الأنجاس والأرجاس إلى آخره، من الغفلة. يعني عبارات جميلة. من السورة التي أقف عليها وتأمل سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فيا سبحان الله،
يعني أنا تعبت وعانيت ومشاكل روح وجاي وتعلمت ورحت سافرت ورحت البرازيل من أجل إيش؟ من أجل تعلم اللغة العربية وتعلم لغة القرآن. فيا سبحان الله، أبو لهب عربي مولود بمكة، سمع القرآن يتلو من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن، أبو لهب يتلقى القرآن، ومع ذلك ختم الله على قلبه. قول الله نحن منعمون والحمد لله، ما شفنا ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك آمنا به، ما شاهدنا تنزيل القرآن مع ذلك آمنا به. هناك الناس قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ناس أسلموا، بس الناس عاندوا وعارضوا وحاربوا الإسلام والمسلمين. الله أكبر، ونحن في نعمة عظيمة الحمد لله. من أول ما وصلنا إلى البرازيل وقابلت الشيخ رودريغو، كل الشباب يتساءلون عن سر محبة الناس له. نحسبه والله حسيبه هذا السر إنه هو من أهل القرآن. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كلامه في المسجد عن القرآن، في محاضراته عن القرآن. دخلت مكتبه، في المكتب وهو قاعد في المكتب يتكلم عن كتاب الله سبحانه وتعالى ويعتز بكتب القرآن. سعادته سرها تعلقه بالقرآن، وإذا أردتم السعادة تعلقوا أنتم بكتاب الله سبحانه وتعالى. في كتاب الله قلبي صار حي، وحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه، عادت أيامي وأحلامي إلي. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه. وكتاب تعريف عن تعريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نور في الظلمة في الضيقة ساعة، كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه. من عرفته صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة ساعة. ما ادري انا قاعد احترت بين احسان وهذا. مين؟ معلش نعيده ثاني. يلا. عادة خلاص شيخ عادة. اشترك معنا في هذه القناة، بإذن الله راح توصل لك حلقاتنا أول بأول، وساهم معنا في نشر هذه القناة.